المبدأ اللي بعد كده اسمه dependency inversion. dependency inversion معناه ايه؟ معناه بيقول لك ايه؟ ان الهاي ليفل كلاسز shouldn't depend on low level classes. على فكره مش عارف في مبدأ من بعد كده قلت لك يعني ايه هاي ليفل كلاسز ولو ليفل كلاسز. بيقول لك both should depend on abstractions. لازم يعتمدوا على abstractions. الabstractions shouldn't depend on details. الديتيلز should depend on abstractions. كلام معقد والله، انت ما تفهم الكلام ده الموضوع بسيط 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 خالص خالص يعني. في الريبوت ده مثلا، الريبوت ده بيعمل اللي بيقول لك إيه؟ انا اقدر اقطع بيتزا بالبيتزا قطر. تمام. طب لو انت ما عندكش البيتزا قطر ده هتعمل ايه؟ لا انا ما بعرفش. فدي مشكله. طب هنا انا اقدر اقطع البيتزا باي تول ممكنه عندي، انا اي حاجه ممكن اقدر اقطع بيها البيتزا. فده اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين نعتمد على البيتزا قطر بس، لان لو بس خلاص كل سنه طيب انت مش هتعرف تعمل ايه. مش هتعرف تستخدم الريبوت داتا، الريبوت داتا يعني. تمام. فمثلا في الكود مثلا، تعالى مثلا نشوف في الكود. انا عندي مثلا ايميل نوتيفيكيشن في خدمه. تمام. ده كده مشكله اهو. انا عندي خدمه ارسال النوتيفيكيشنز عن طريق الايميل. تمام. وعندي الخدمه اسمها اوردر سيرفيس مثلا. والاوردر سيرفيس دي مثلا بتستخدم الايميل نوتيفيكيشن كده، بتستخدمها كده. تمام. عملت انجكشن. يعني ايه؟ خد بالك انا برضو شرحت الديبندنسي انفيرجن قبل كده او الديبندنسي انجكشن قبل كده. هي هنا يعني هو بيستخدم الديبندنسي انجكشن برضو هنا. تعال نشوف الكلام ده ازاي. الاوردر سيرفيس يعني انت عشان تعمل اوردر اللي بتعمل ايه؟ بعمل الخطوه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. من ضمن الخطوات ان انت لازم تبعت نوتيفيكيشن لليوزر عن طريق الايميل. فرحت عملت ايه؟ رحت خدت اوبجكت. خد بالك من السطر الكارثه ده كده، سطر كارثي. ليه؟ انا اعتمدت اعتماد كلي على الايميل نوتيفيكيشن. يعني حضرتك لو الكلاس ده في يوم من الايام اتمسح او حصل له مشكله، انت مش تقدر تستخدم الحته دي كده. خلاص هديك ايرور، هديك كارثه، يقول لك انت بتعمل ايه؟ انت كده بتعمل كوارث. لما تروح تعمل اوبجكت من، لما تيجي تعمل اوبجكت من الاوردر، لو جيت مثلا تعمل اوردر وتعمل عملت مثلا اوردر، فلما تيجي تشوف الكلام ده هيقول لك انت بتعمل كارثه. ليه كارثه؟ لان انت حضرتك كنت معتمد قبل كده على الكلاس اللي اسمه ايميل نوتيفيكيشن، والايميل نوتيفيكيشن ده خلاص ما بقاش موجود او اتحذف او حصل له اي دروب، هيحصل له اي مشكله يعني. اما المفروض فحضرتك هتعمل ايه؟ هتروح هنا كده. طبعا ده الكارثه. ده احنا شغالين دلوقتي قبل ما نبدا نطبق المبدا. فهتروح تعمل ايه حضرتك؟ هتروح تعمل كلاس او تروح تشوف الخدمه اللي المفروض تشتغل. مثلا عندي مثلا كلاس اسمه ايه؟ هتشوف الخدمه مثلا اللي هي اسمها مثلا اس ام اس مثلا، اسم مش عارف في ايه، اس ام اس نوتيفيكيشن. اوكي. وهتبدا تعمل ايه؟ تشوف الفانكشنز ايه، تشوف الفانكشن اللي فيها وهكذا. يعني انا كده هلغي الكومنتات دي. تمام. يبقى سندج مثلا اس ام اس. فكده تمام لحد الان. اروح اعمل ايه؟ طبعا هنا الاوردر سيرفيس انا كنت بستخدم ايه في الايميل نوتيفيكيشن. خلاص اقول له يا عم انا ما عنديش ايميل نوتيفيكيشن دلوقتي، انا بقى عندي ايميل اس ام اس سيرفيس. الموضوع هيشتغل. هيشتغل هيبقى زي الفل وهيبقى تمام. هيبقى تمام. المفروض يبقى تمام، هيشتغل معاك مفيش اي مشكله. فعلا اللي حصل اهو بليسنج اوردر اهو تمام، وسنج اس ام اس اوردر. شفت الكارثه اللي حصلت؟ كارثه ان لما ده اتعطل خلاص انت الكود بتاعك باظ. كده ليه؟ لان انت حضرتك معتمد على حاجه اسمها كونكريت كلاس، معتمد على الامبلمنتيشن نفسه. ده اسمه يا شباب ده اسمه كونكريت كلاس. اللي انت ما ينفعش تعتمد على الامبلمنتيشن بشكل مباشر، ما ينفعش تعتمد على الامبلمنتيشن بشكل مباشر. تمام. طب الحل ايه للكارثه اللي احنا عاملينها دي؟ الحل ببساطه تعالى هنا ببدا افصل برضو. انا عندك ايه؟ عندك مثلا انت نوتيفاير انترفيس. عندك ده الحل. عندك مثلا نوتيفاير
وفايده ان هو الوظيفه بتاعته ان هو بيعمل سند للمسج. انت عندك سيرفيس ايه؟ عندك ايميل نوتيفيكيشن، عندي ايميل نوتيفيكيشن، خلاص خليه يعمل امبلمنتيشن لدي. اوكي. عندك ايه؟ عندك اس ام اس نوتيفيكيشن، خليها تعمل امبلمنتيشن لدي. عندك مثلا ايا كان اللي عندك، مثلا عندك كلاس ثاني اسمه، عندك كلاس ثالث مثلا اسمه جيميل نوتيفيكيشن، مع يا عم نبعت مثلا اي حاجه، فيسبوك مثلا نوتيفيكيشن، ايا كان يعني، ايا كان اللي عندك. تمام، خلاص يعمل له. عندك خدمه رابعه، اوكي، عندك خدمه سته، فتقدر تضيف. خد بالك هنا في المبدا ده، احنا عملنا مشكله برضو يعني قبل ما نعمل التعديل، قبل ما نشوف الصح. الكود القديم ده كنا بننتهج مبدا الاوبن كلوز، يعني ليه؟ لان احنا فتحنا الكود وعدلنا عليه، وده غلط، ده بينتهج المبدا اوبن كلوز، فده غلط. تمام. فبعد التعديل اللي حصل، انت عندك الخدمه الاولى اسمها الايميل نوتيفيكيشن، عملت انت امبلمنتيشن للنوتيفاير دي او الانترفيس دي، وعندك اس ام اس، وعندك مش عارف ايه، وعندك اللي عندك. هنا اللي حصل ايه؟ باخد اوبجكت، او هنا الانجكشن بقى اهو. انا فاكر الديبندنس انجكشن؟ ايوه، اللي هو ايه؟ ان انا عندي كلاس اسمه اوردر سيرفيس، عايز فانكشن معينه موجوده في انترفيس ثانيه، فانا بعمل اوبجكت، باخد الانترفيس الثانيه اللي هي انا عايز اوبجكت من دي، بروح اعمل احجنها كده زي ما حجن كده بالظبط، بروح اديها مين للكلاس ده. بتديها ازاي؟ عن طريق الكونستراكتور بالشكل ده. اوكي، يبقى النوتيفاير ده بيستخدم انهي اس ام اس او انهي نوتيفيكيشن؟ ما نعرفش لحد دلوقتي، انا ما اعرفش. انت بتحدد له بقى تحت انت عايز ايه بالظبط. يبقى لحد هنا الكود شغال معايا زي الفل. تمام. فهنا كده اوكي. برضو انا كده مش انا لحد الان معتمد على مين؟ معتمد على الانترفيس. انا كده اعتمدت على الانترفيس، لو حصل دروب هنا اوكي، هيبدا التغيير هنا يحصل. تمام. تعال هنا بقى في الاستخدام هنا. انت عندك ايميل نوتيفيكيشن؟ ايوه عندي ايميل نوتيفيكيشن، فخلاص اوكي، نفذ كده. المفروض يديني بليسنج اوردر عن طريق الايميل نوتيفيكيشن. حصل كارثه في يوم من الايام وقالوا ان الايميل نوتيفيكيشن ده اتلغى، خلاص يا عم زي الفل، الغي الايميل نوتيفيكيشن. حصل دروب، ما فيش اي مشكله حصل، يبقى عندك ايميل نوتيفيكيشن خلاص ما بقاش موجود. امال اللي بقى موجود؟ بقى الاس ام اس موجود. هل في كارثه؟ هل هيحصل مشاكل؟ يعني مش هيحصل اي مشاكل. تعالى اعمل كده، لا مش هيحصل اي مشاكل. يبقى قال لك ايه؟ بليسنج اوردر عن طريق الاس ام اس، انا بعت مسج عن طريق الاس ام اس. انت شفت فايده ان انت بتستخدم الديبندنس فيرجن؟ وخد بالك كل الفريم ورك شغاله بالطريقه دي، كل بص اي فريم ورك في الدنيا شغال بالطريقه دي. يعني عارف انت مثلا لما تيجي تشتغل باللارافيل وتلاقي مثلا انت عملت اوبجكت من الكلاس اللي هو ريكوست في الفانكشنز، مش عارف انا في يعني، المهم اكيد يعني شفتها واستخدمتها قبل كده. تمام. ده مبدا اللي هو الديبندنسي انفيرجن. يعني ايه ديبندنسي انفيرجن؟ نراجع عليه سريع. ان انت عندك كلاس، ان انت ما تعتمدش على الامبلمنتيشن، ما تعتمدش على الكونكرت. الامبلمنتيشن يا شباب اللي هو الكونكرت برضه، لو انت سمعت الكلمتين يعني زي بعضيهم. ما بلاش تعتمد على الكلاس على طول، اعتمد على الامبلمنت الانترفيس، ما تعتمدش على الامبلمنتيشن. دي معناه الديبندنسي انفيرجن. لو خدت بالك برضو ان الكود هنا بالنسبه لي قابل ان هو يتوسع. انت هنا الكود بالنسبه لك عادي، عايز فيسبوك نوتيفيكيشن، تويتر نوتيفيكيشن، مش عارف ايه نوتيفيكيشن، ايا كان الخدمه اللي عندك سهله. تمام، ايا كان الخدمه اللي عندك سهله. غير هنا، غير في الاول يعني الكود هنا كان فيه كارثه. هنا كنت بتستخدم، انت عايز نعمل نوتيفيكيشن، خلاص اتحذفت، خلاص اعمل كارثه، اعمل بقى عدل من الاول وجديد. فهمت فكره الديبندنس انفيرجن؟ ودي كده مبادئ، الخمس مبادئ اللي احنا شرحناهم. وباذن الله الفتره الجايه هبدا اشرح برضه في مبادئ تانية في السوفت وير. خد بالك احنا بقدر الامكان بنحاول نطبق السوليد، مش لازم تطبقها بنسبه 100%. احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نحاول نطبق. مفيش سيستم في الدنيا بيطلع بيرفكت 100%. لازم يطلع فيه بج، لازم يطلع فيه ايشوز، لازم يطلع فيه مشاكل كتيره، فبنعدلها فبنصلحها. فانت لازم تفهم المبادئ دي وتحاول بقدر الامكان تطبقها في عندك في الكود،
ولازم كنصيحه بقى انا يعني استفدت منها او انا بعمل بيها، اعمل الحاد دي، اكتب الحاد دي بنفسك بشكل نيتف. تمام، يعني اكتب الكود كده واحده واحده، تمام، وبنفسك، وابدا غير في الكود. انا لو حذفت دي ايه اللي هيحصل، لو حذفت دي ايه اللي هيحصل، وهكذا. هتلاقي نفسك المبادئ معاك سهله وبسيطه، والموضوع معاك سهل خالص. وبس، ونشوفكم ان شاء الله في سلسله تانيه باذن الله. السلام عليكم.